دوك العلاقة بين الصيام وصحة الدرقية ما كترتبطش بتأثيرات سلبية، كيكون داكشي عادي، أن الجسم كيستجب غير باش يحافظ على الطاقة وباش ويعني حيت كنكسرو داك الصيام كترجع الغدة لطبيعتها العادية. والصيام بالنسبة لمرضى الغدة كيأثر عليهم؟ لا، المصابين بأمراض الغدة سواء كان فرطا أو قصورا في النشاط ديالها مكيحتاجوش لتعديلات كبيرة ديال الجرعات ديال العلاج ديالهم، كيمكن لهم يصومو وهما مرتاحين بلا مخاطر وبلا تأثيرات على الغدة الدرقية. الصيام لمرضى القصور، دابا نهضرو على الناس لي عندهم القصور الغدة، يعني أنهم الغدة مكتنتجش الهرمونات بزاف كتسمى ليبوتيرويدي، فانخفاض المستويات د الهرمونات الغدة إلى الحد الأدنى طبيعي، ولو أنه عندك مثلا قصور في الغدة، فهاديك T3 و T4 متيهبطوش بزاف، تيهبطو للمستويات الأدنى ولكن كيبقاو في المستويات ديالهم العاديين. دونك وهنايا الجسم كيحفز هداك الهرمون المحفز لي سميتو TSH باش كيحارب هاد الهبوط ديال الهرمونات. دونك ونتيجة لهاد التغيرات المحتملة اللي كتكون في رمضان، فبالنسبة للناس اللي كياخدو الأدوية ديال القصور، يعني اللي كياخدو هاد الهرمونات T3 و T4 فعليهم ياخدو الأدوية مباشرة بعد الإفطار وما ياكلوش مباشرة موراها، يعني أن الناس الغدة تاكلو أدوية الغدة اللي كياخدو صحاب القصور ماشي صحاب الفرط، خصهم مباشرة الدوا غير يفطرو وياخدوه باش يردو المستويات العادية ديال هاد الهرمونات هاديك. علاش؟ لأنهم كيتفاعلو مع الماكلة وكيقدر هاداك الأدوية اللي يديرو مكيقضيوش إلا كليتي مباشرة مع أخذ الدواء. يعني إلا كتاخد الغدة، إلا كتاخد T3 ولا T4 عندك الهرمونات وعندك قصور، فعليك غير تصوم عادي، ولكن أون فوا تفطر هما اللولين وصبر نص ساعة عاد تفطر مزيان وتمشي حاجة خفيفة باش متضيعش داكشي اللي صبتي ديال الهرمونات وباش متأثرش عليك داك الصيام أو داك الأدوية اللي غتاخدهم مع الماكلة وغاديش يقضيو بطبيعة الحال.